السلام عليكم. النهارده هنعمل الدوناتس. الدوناتس من الحاجات اللي اتشهرت كتير جدا، خصوصا في الفترة الأخيرة. يعني هي مش ظاهرة من زمان، من قديم الأزل، لكن كتير جدا حبيناها. في وصفات كتير جدا للدوناتس، لكن ما بتطلعش زي بره. لكن أنا اخترت لكم النهارده طريقة هتطلع بيرفكت وأحسن من بره بكتير، وخفيف جدا جدا. يعني أنا يوكاد كده شايلاها، ولكن حاسة إن أنا مش شايلاها أصلًا من كتر خفتها، و طعمة أوي، وإن شاء الله هتعجبكم. هتحاولوا إن أنتم تطبّقوا كل الشروط اللي أنا هاقولها لكم عشان يطلع معاكم الدوناتس بطريقة كويسة جدًا إن شاء الله، وأحسن كمان من برّه. لكن قبل ما نبدأ، يا ريت اللي أول مرة يشوف قناة يعمل اشتراك ويفعل الجرس علشان أول ما أنزّل فيديو جديد يوصل لكم إن شاء الله. ودلوقتي يالّا نبدأ بسم الله. أول حاجة هنجيب بولة فاضية، ما تقلقوش المقادير متوفرة في كل بيت وبسيطة جدا. هنجيب حوالي كوبايتين وربع من الدقيق، حوالي 270 جرام، ومعلقة كبيرة خميرة فورية. تمام كده. وهنجيب حوالي رشة صغيرة من الملح علشان تعدل الطعم. تمام كده. هنجيب حوالي معلقتين كبار من السكر، حوالي 25 جرام، وكمان ربع كوباية من الزبدة، يعني حوالي 50 جرام. هنجيب بيضة، البيضة تكون بدرجة حرارة المطبخ هي والزبدة، يعني مش هنجيبهم من التلاجة لأ، هيكونوا موجودين برا، علشان ما ينفعش نعجن حاجات متلجة مع دقيق وكده، لازم تكون الحاجات بدرجة حرارة المطبخ. تعودوا كده في أي عجين. هنجيب هنا لبن، أنا هنا بدوب لأن أنا عاملاها بلبن باودر. ممكن لو عندك لبن عادي هتحطي حوالي 125 ملي، يعني نص كوباية من اللبن العادي. تمام كده. طيب هنجيب حوالي رشة فانيليا. انت لو عندك لبن باودر هتحطي حوالي معلقة ونص كبيرة على نص كوباية، لو عندك لبن عادي حطي نص كوباية عادي، مفيش اي مشكلة. طبعا احنا حطينا الفانيليا. هنعجن بقى المكونات دي مع بعض. لو عندك عجينة هتتعمل معاكي في يعني في 5 دقايق، لكن انا هنا حوالي عجنت من 7 ل10 دقايق، بحيث او على حسب يعني عجنك انتي. على ما تلم العجين كده، لو لقيتيها طرية خالص زودي شوية من الدقيق، لأن بتختلف على حسب الزبدة. يعني أنا هنا قعدت أقلّب كتير جدًا، حسّيت إن الزبدة مطريّاها خالص، ف ضِفت حوالي معلقة كبيرة كده من الدقيق، لكن ما تزوّديش أكتر من كده، يعني ما تكونش معلقة كبيرة أوي، لكن بحيث توصلي لعجينة كده بتلزّق طبعًا في الإيد، يعني ما تكونش متماسكة أوي لأ، لازم تكون بتلزّق في الإيد. تمام، تلزّق تلزيقة خفيفة كده، وتكون طرية معاكِ. ده أهم أسباب نجاح الدوناتس، بحيث إن هو يكون هش كده وطري وجميل. بُصّوا العجينة مَطّة خالص وجميلة وبتلزّق في الإيد. تمام كده. هنجيب بولة تانية ونرُش فيها لو عندِك بخاخة من الزيت، لو مش عندِك اعملي يعني حُطّي نقطتين زيت كده، بحيث إن العجينة ما تلزقش في الطبق بتاع التخمير. هتخمر في الشتا حوالي ساعتين، أمّا في الصيف حوالي ساعة. تمام كده، أو على حسب درجة حرارة المطبخ اللي أنتِ فيها، يعني بحيث توصلي إن هي تختمر، يعني تضاعف حجمها مرتين على قد الكمية دي مثلًا، هتلاقيها تضاعف حجمها كده، فهيبقى كده اختمرت. سيبيها براحتها خالص تختمر من ساعتين في الشتا لساعة ونُص أو ساعة في الصيف. هنغطّيها، لازم تغطّيها كويس جدًا، لإن أنتِ أمّا تغطّيها وتحطّيها في مكان دافي، بيساعد إن العجينة تختمر براحتها خالص، وتختمر كويس جدًا، وتاخد راحتها في التخمير. أهم حاجة تاخد راحتها في التخمير. تمام كده. أنا هنا على ما تختمر حطيت استخدمت اللي هو الglazed donuts، اللي هو عبارة عن كوب سكر بودرة. تمام. يعني إيه glazed donuts؟ اللي بيتحط فوق الدوناتس. أنتِ لو حابة إن أنتِ تعمليها بالشوكولاتة اعمليها، ما فيش مشكلة، سواء بيضا أو بني. لو أنتِ مش عندِك متوفر شوكولاتة، ممكن تجيبي كوباية سكر بودرة وحوالي 3 معالق كبار من اللبن، وهتجيبي معلقة من الشوكولاتة. تمام كده. ولو مش متوفر عندِك ما تحطّيش، لكن أنا كان متوفر عندي، فحطيت معلقة ومعلقتين كبار من الشوكولاتة، وقعدت أقلّب كده بحيث توصلي ل يعني مادة سايلة كده، نقدر نحطها على الدوناتس من فوق. طبعًا طعمها حلو جدًا، مش يعني هو مسكّر
لكن انت لو مش متوفر عندك الشوكولاته، لو متوفر عندك الشوكولاته ممكن تسيحي شوكولاته عادي وتحطيها على الدوناتس من فوق. بصوا هتوصلوا للقوام ده. اول ما توصلوا للقوام ده ممكن تلونيها اي لون تحبيه وتزيني بيها الدوناتس، مفيش اي مشكله، دي حاجه اقتصاديه خالص. هنا بقى عدت ساعتين، لان احنا الفيديو ده انا عاملاه في الشتاء، فعدت ساعتين على تخمير الدوناتس. بصوا هشه خالص وجميله والعجينه حلوه قوي. طيب كده القطاعة، لو عندك أي كوب ممكن تقطعيها بالكوباية عادي مفيش مشكلة وتخرميها من النص بأي غطا. لكن انت لو عندك قطاعة الدوناتس هتقطعي بيها عادي. طب هنقطعها ازاي؟ لازم تحطي الكوب أو قطاعة الدوناتس فيه شوية من الدقيق الأول وبعد كده تقطعي. تحطي القطاعة في شوية من الدقيق وبعد كده تقطعي. ليه؟ علشان القطاعة ما تلزقش في العجين. يبقى هنا هتفردي العجين بايدك او بنشاكة موجودة عندك، وهتجيبي قطاعة الدوناتس. قلت لكم لو مش عندك قطاعة هتجيبوا كوب مدور وغطا من النص، لكن بحيث اهم حاجة ان انتي القطاعة او الكوباية او الغطا لازم تحطيهم في دقيق الاول، او يعني غرقيهم كده بالدقيق من تحت علشان تقطع معاكي بسهولة ويطلع معاكي الدوناتس شكله بيرفكت ويكون كويس. تمام كده علشان يتقطع معاكي بسهولة خالص. طيب علشان بقى ما نجرحش الدوناتس، تمام، هنعمل ايه؟ هتحاولي تقطعي الورق اللي تحت الدوناتس بالورقة نفسها وتنزلي بيها بالزيت على طول، تمام. لكن طبعا هتسيبيهم يعني الدوناتس يرتاح شوية. لكن انا عايزة اقولك ان انتي اهم حاجة في الدوناتس تطلعيها كده بالورقة، يعني ما تحاوليش تنقليها من مكان للتاني بايدك علشان يطلع معاكي الشكل حلو، يعني ما يحصلش تعويجة في الدوناتس ويكون شكله كويس جدا زي ما انا بوريها لكم دلوقتي، تمام. لانك انت لو طلعتيها بعيد عن الورقة هتلاحظي ان الدوناتس كده بيتعوج وشكله يبقى مش كويس. بصوا هي دي يعني اللي انا بقولك عليها، تقطعيها بالورقة كده. ممكن تجيبي حتة عجينة مثلا وتقطعيها على يعني حتة ورقة كده، ونفس الورقة هتسيبيهم يرتاحوا كده بالظبط حوالي ربع ساعة من تلت ساعة، وبعد كده هتبدأي تقلي في الزيت. تمام كده. انا عايزه اقول لكم اهم حاجه ان انتوا تستخدموا زيت نظيف، علشان ده برضو بيكون يعني له عامل اساسي في ان الدوناتس يبقى كويس جدا. هتحطيها كده بالورقه زي ما هي، ما تخافوش، بعد 3 دقايق بالظبط او اقل كمان الورقه بتتشال من الدوناتس وبتطلع معاها بسهوله جدا. طيب اهم حاجه ان درجه حراره الزيت تكون انسب درجة ان هي تكون واطية جدا، يعني حوالي 160 درجة لو عندك ترمومتر. لو مش عندك حاولي تخلي النار هادية خالص، يعني مش هادية قوي بس هادية، بحيث بصوا ان لما الدونتس يتحط فيها كده تكون يعني تتقلي براحتها كده. انا بعمل الحركه دي علشان برضو يكون من فوق كده يحمر، ولما احط على الجانب التاني يحمر بسرعه. يبقى اهم حاجه من عوامل ان الدونتس يكون يطلع شكله ولونه حلو ان درجه حراره الزيت تكون 160 لو عندك ترمومتر، تمام. طيب لو مش عندك انتي هتعملي ايه؟ هتحاولي ان درجة حرارة الزيت تكون هادية، يعني ما تكونش عالية، لانك لو عليتيها قوي هيحرق منك واللون هيبقى براون خالص، يعني اللون هيكون بني قوي يعني، وهيبقى حتى هيقلب سمار. بصوا هتطلعوها بالشكل ده هتطلع معاكم بسهولة خالص، تمام. خل- خلي بالكوا هنا ان الدوناتس اخد مني وقت في القلي علشان انا موطيه درجه الحراره. بصوا انا طلعتها بالشوكه. شفتوا اللون طبعا انا مش عامله افكتس في الفيديو ولا اي حاجه ولا بعمل خالص. بصوا اللون زي ما هو، موطيه النار خالص وبحيث ان هي تستوي براحتها. بصوا الكمية دي طلعت لي حوالي 7، تمام. بصوا شكلها حلو قوي ومتناسقة كده وجميلة. حتى لو طلعت منك من مثلا من الجوانب يعني فيها زقة كده شوية، لكن بتطلع معاكي في كل الأحوال لو انت اتبعتي الخطوات اللي قلت لك عليها بتطلع معاكي بيرفكت وبتبقى جميلة جدا. هنا بقى الدوناتس بعد ما خلص جبت الجليز اللي احنا كنا عاملاه في الفيديو وحطيت عليه اللون احمر. ممكن تحطي اي لون او ممكن تستخدمي الشوكولات بيضة او بني متوفرة ما عندك، تمام. اي حاجة متوفرة عندك اعملي بيها او زيني بيها، دي حاجة ترجع لك. بصوا حطيت عليه شوية من السبرينكلز دي، بص طعمها بصراحة جميل جدا.
أتمنى إن شاء الله تجربوها لأن دي أخف طريقة للدوناتس. تمام. في طرق تانية ممكن نحطها في الفرن وتستوي براحتها من غير زيت، لكن انا مستخدمه نوع زيت كويس. اهم حاجه تستخدمي نوع الزيت كويس علشان يطلع معاكي الدوناتس خفيف. اتمنى بقى تعملوا اشتراك وسبسكرايب، يعني اشتراك او سبسكرايب للقناه، وتعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من اللايكات ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.